سلام، إن شاء الله تكونوا في أحسن أحوالكم وبصحة جيدة. كي نقولوا العيد نقولوا صبلي. اليوم نعطيكم بعض الأخطاء اللي يقعوا فيها البنات وجميع أسرار نجاح هذه الوصفة، خاصة اللي يشتكي ويقول لك الحبات ما يجيوش كي بعضاهم ويتقلصلنا في الكوشة ويتكسر. راح نعطيكم جميع الحلول أو جميع الأسرار لنجاح هذه الوصفة. تابعوا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير عندكم 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة، لكن ما تخلوهاش دايبة. وهذا هو اللي يخلي السر الأول اللي يخلي الصبلي تاعكم ناجح. يعني إذا كان في السخانة ما تخلوهاش سائلة، تكون شادة روحها. أكيد نعملوا رشة ملح نباطيوها هي الأولى مليح حتى تولي إن بوماد. وحنضيفوا الزيت ملعقتين، ممكن نضيفوا اكتر. شوفوا البنات كي تضيفوا الزيت، خاطر كان بنات يشتكي ويقول لك الصبلي تاعنا يخرج منه الزيت. كي تضيفوا الزيت خاصة باطيوه مليح حتى تشوفوا كمية الزيت اختفت تماما، وهذا تاني سر من اسرار نجاح الصبلي. باطيو مليح يعني فو بيان هكذا خلطوا مليح سواء بيديكم ولا بالباطيخ. بعد ما تضيفوا في كل مرة تضيفوا مكون. بالنسبة للسكر، في 250 جرام من الزبدة عملت 125 جرام من السكر الناعم، ولازمنا نغربلوه أكيد. ممكن نديروا 100 فقط، كل واحد حسب الذوق، لكن أنا نقولكم ديروا 125 حيجيكم مقرمش رائع جدا، صبلي تاع زمان تاع زمان. خلطوا ديما مليح. كيما قلت لكم في كل مرة نضيف مكون ناخذوا الوقت في التحريك الجيد، يعني خلطوه جيدا. أنا نقول الصبري هو السهل الممتنع. تبعوا عفوا النصائح فقط. بالنسبة للبيض عملت بيضة كاملة واثنين صفار بيض. نصيحة: إذا كان حابين الصبلي تاعكم يكون طري هشوش، يعني طري، ديروا إلا الصفار من 2 إلى 3 إلى حتى 4، حيجيكم يدوب في الفم. أنا ما نحبوش هذاك اللي فغمو يتحكم يتكسر ولا يدير، نحبه حيجيكم قوام منيح، يعني بيضة وصفار بيضتين. في كل مرة نحط بيضة نخلط مليح بها، نضيف البيضة الثانية والثالثة. هنا ضفت ملعقة من الفاني ونخلط مليح. ولا شوفوا قوام لازم يكون قوام كريمي وابيض. شوفوا قوام كيف ما زيها الزبدة مع الزيت، كل جميع المكونات دخلت مع بعضها، اختفى البيض اختفى الزيت. هنا اختياري، لكن انا نصحكم تديروه. هو ملعقة من الحليب المجفف هيعطيه واحد القوام للصبلي تاعكم رائع. كذلك من الأسرار النجاح الصبلي أو يخليه الطري، هو نشاء الذرة. لذا نصيحة: إذا كان حابين صابلي فغيمون طري ديروا كاس إلا ربع، إذا كان حابينه كيما تاعي ديروا إلا نصف كاس. في الأخير ضفت ملعقة صغيرة جدا من خميرة الحلويات. بالنسبة للبنات اللي تشتكي تقول لك الفورم تاع الصابلي يتغير معايا، من احسن ما تضيفيش الخميره. انا بما اني بروفيسيونيل ما فنخدم، يعني نعرف نخدم بها الخميره، ودوك نعطيكم الطريقه كيفاه ما يتغيرش معاكم الصابلي في الكوشه. نضيف الفرينه، لازم ضروري جدا نغربلوها في كل مره نضيف نخلط مليح. كميه الفرينه حسب انا خديت لي على ما اظن 500 جرام، لكن انتم روحوا بالاقل وحنا نعطيكم واحد لاستيس. في الاخير العجينه ديما قسموها على 2. عجينه ديروا لها كميه الفرينه مليح، وعجينه اخرى خليوها طريه. وعلاه؟ لخاطر كي ترتاح كينا فرينه كي ترتاح تعاود تشرب، على الاقل ننقضوا الصبلي تاعنا. كاين بنات يقول لك الصبلي تاعنا شاح. لذا نعطيكم واحد نصيحه: اذا كان الصبلي تاعكم شاح وما قدرتوش تشكلوه، يعني يبقى خير هكذا يتكسر معاكم كي تجيبه تشكلوه، ضيفوا له صفار بيضة يرجع قوامه كيما الاول.
يا ريت يا رب، يا ريت ان شاء الله تستفيدوا من كل نقطة نقولها لكم. الصابلي اكيد لازم يرتاح في الثلاجة، في الثلاجة عفوا ما بين ساعة او ساعتين ومن بعد نشكلوه. النصيحة الاخرى، فيديو معمر نصائح للصابلي. كي تقسموا الصابلي ما تقسموش على دفعة واحدة، بل اقسموه على عدة اقسام. لماذا؟ دوك تشوفوا في التشكيل. هنا شكلت القسم الاول علاه، خاطر احنا كي نشكلوه ونعاودو نشكلوه ونعاودو نشكلوه يولي الاستيك، ديكو ما يجيكمش هذاك الصبلي المقرمش. انا نقسمه بهذه الطريقه، واللي كي نشكل ونكمل نعاود نحطه في الثلاجه، ونسيت سويت نسيت نجيب الطبقه، عفوا البولات الثانيه والثالثه وحتى نكمل كميه كامله. هنا نروحوا السر او الخطأ اللي يديروه البنات، يتقلص معاهم الصبلي في الكوشة. تحمل الطابع هذاك الطري، لازم الطابع يكون منيح، والطابع كي تحط ما تحركش يديها، تحط بهذا الشكل كيما واضح في الصورة، تحط وتضغط جيدا، ما تروحش كوشي ضغط. كذلك بالنسبة إذا كان ما عندكمش طابع ينقب منقوب في الوسط كما عندي كما أنا، من أحسن تنقبوه وهو من غير ما تهزوا لومبورت بياس. يعني شوفوا أنا وحطيت اللادو تاعي، عملت لها ثقوب في النص باه ضغطت جيدا وهزيت يدي. ان شاء الله يعني الصورة راهي واضحة يا جماعة. استعنت بالبابي كويسون، واللي ما عندوش حنعطيك حل وحده يعني. ربي ان شاء الله من يوم ما تزيدوش تقولوا لي صابلي ما نجحش معانا، جميع الاسرار في الفيديوهات. كاين طريقة أخرى تاني كي نشكلوه، ما نحطوش خاصة في الصيف، ما نحطوش ديريكتومون في الكوشة، يريد ترجعوه الفريجيدير، يعني الفريجيدير ولا في مكان بارد. هنا شوفوا الطريقة هذه أنا عجبتني وجربتها فريمون ناجحة الطريقة هذه. نحاولوا نحيو الزوائد ونهزوا البابي كويسون كيما راهو، يعني من غير ما نحرك الحبات يقعدوا معاكم الحبات كيما خلطوهم كيما تهزوهم، يعني ما يتقلصوا ما يتغير شكلهم بتاتا، يبقوا كيما هكذا. فوالا هذه طريقة يعني، وحنا نعطيكم كما قلت لكم الطريقة الثانية. لا لا، حبيت نعوض كيما نقولوا اللي ما عندهاش بابي كويسون، تعمل البلاستيك تاع لاطابل هذا عادي، يعني اي واحد عنده بلاستيك ولا اي ساشي عندكم تحلوها وتستعينوا بس تستعينوا بها. باش يكم تاني السطح املس، ننصحكم ديما تحطوها بلاستيك من فوق وتعملوا وتطرحوه. بالنسبه للديمونسيون تاع لاباط تاعكم انتم اللي تتحكموا فيها، رقيقه ولا متوسطه. انا نحبها رقيقه صراحه، وحبيت وحبيت اخرين عملتهم متوسطين، يعني مش فريمون رقاق مي متوسطين. انا في هذه المرحله شعلت الكوشه تاعي على درجه 180 درجه. شوفوني ديما نستعين بالطحين او الفرينه في باللومبورت بيس، يعني بالطامع. وشوفوا كيفاه نهزها، يعني شوفوا نهزها برفق بهذه الطريقة، يعني تهزوها برفق مش حيتغير شكلها بتاتا بتاتا، مش حيتغير شكلها يعني. ولا لحد الآن أنا أعطيتكم جميع الأسرار نجاح الوصفة. بالنسبة للطياب تحبوه أحمر تحبوه هذه أنتم اللي تتحكموا في لا كولور تاع الصبلي تاعكم. الصبلي ما ياخدش وقت معانا، ما بين 10 دقائق، وممكن صديبون على الفرن يطيب معاكم تشوفوه حمار خرجوه من الكوشة. ننصحكم تاني كي تجيو به تعملوا له التزيين تخليوه يبرد تماما به تزينوه، يعني ما تعملوش السكر جلاس وهو سخون. ننصحكم نصيحة يعني بيبقى محافظ مدة طويلة. ديما لو غيست نلمو ونزيدو نرجعو للثلاجة. فوالا كيما تشوفوا هكذا، وديما كي نرجع هذه الحال بولات نخرج لابول نخرى. سبوغ قلت لكم لازم تقسموه على عدة أجزاء في المرة الأولى. هنا بعد ما برد عملت له نحاولوا ديما نشوفوا الحبات اللي هما قد بعضهم كامل، اللي قد بعضهم كي نحطوا تاني برفق ما يتكسروش معنا الحبات. نحطوا سكر وجلاس بهذه الطريقة، يعني عنحة بتجينا الحبات متحوفين ومش مدايرين. كذلك بالنسبة للمربى نحاولوا ندهنوا برك فقط سطح
الحبات هكذا باهي ما ما تخرجش المربى. كذلك المربى سخنته ودفيته شويه مش بزاف، باهي يمشي معايا فاسيلمون. شوفوا هنا ندهن الحبه تاعنا برك فقط. واذا كان عندكم لابوشا دو يعني تدهنون بعد زيت تعاودوا تعمروا الوسط. انا صراحه ما لقيتش عندي وحده، لذا في الأخير دوك تشوفوا باللي ركزت في الوسط. يعني ديما تديروا دهن خفيف وتعملوا شوي في الوسط وتضغطوا برفق. ردوا بالكم أنا عندي حبات ضغطت عليهم شوية بزيت تكسروا معايا. ما شاء الله يعني طري ما شاء الله. آه يعني وصفتنا اليوم انتهت. ترقبوا مني المزيد من الوصفات إن شاء الله يا ربي. كل كلمة قلتها تستفيدوا منها. كاينين بنات بزاف ينجح معاهم الصبري، وكاينين بنات بزاف 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 ما ينجحش معاهم الصبري، خاصة اللي يراسلوني في الخاص وطلبوا مني الوصفة. فوالا. نقولكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.